استقبل وزير التكوين والتعليم الجزائري محمد مباركي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة سفير المغرب بالجزائر لحسن عبد الخالق، الذي أدى له زيارة مجاملة حسب بيان الوزارة الجزائرية. وجاء في البيان أن الوزير الجزائري عرض خلال هذا اللقاء المحاور الرئيسية لبرنامج عصرنا وإصلاح المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين، وكذا استراتيجية قطاعه الوزاري في مجال التكييف. عرض التكوين مع حاجيات التنمية الاقتصادية وتنافسية المؤسسة. ومن جهته أشار سفير المغرب إلى أهمية تطوير التكوين التقني والمهني لمرافقة برامج الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى أوجه التشابه بين البلدين فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الأنظمة التربوية والتكوينية قصد الاستجابة لحاجيات سوق الشغل. عقب الاستقبال اتفاق الطرفان على دراسة إمكانية مباشرة برنامج التبادل والشراكة في مجال التكوين المهني في تفعيل لجان التعاون التقنية بإشراف وزارتي الشؤون الخارجية لكلا البلدين. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى تشجيعنا بلايك وتعليق مناسب. غير ذلك، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك على قناتكم.